السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ دلوقتي جايين نحل النموذج التالت. تمام؟ طيب، النموذج الاولاني خد مننا وقت، والنموذج التالت احتمال كبير ياخد مننا وقت. طبعا انا باكد على ضرورة انت هتحل معايا هنا وتقفل تحله لوحدك، وتكون فاكر الخطوات، يعني مش تحل حافظ اجابة اللي هو اول سؤال كان بيه اعمل بيه على طول. لا يا بابا، لا يا بابا، انا مش بقولك حلهولي تاني عشان انت تكون حافظ لي الاجابات. يا فرحتي، بحفظ بصمجي مش طالب. لا، المفروض انت تكون عارف وفاهم الخطوات بتاعت كل سؤال. تمام؟ مش هنتكلم كتير علشان انا اتكلمت زيادة عن اللزوم في الفيديو الاولاني اللي برضه هينزل لكم مع ده. يعني الاسبوع ده هينزل لكم 1 و3. تمام؟ هتقول لي فين 2 الاسبوع الجاي؟ ماشي، هحاول الاسبوع الجاي اصور لكم كميه كبيره. انا ما كنتش متخيله طبعا التصوير في النموذج الاسترشادي ياخد مني المجهود ده، بس للاسف عشان ضميري يحتم عليا ان انا اشرح كل حاجه بالتفاصيل. تعالوا معايا، يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا طبعا بسم الله. سموا. Which of the following express the electronic structure of the transition metal ion؟ يبقى انا هنا بيقول لي الحاجه اللي انت هتجيبيها من الترانزيشن اليمنت لازم تكون ايون. حلو، يعني لازم يكون اتعمل لها اوكسيديشن، متاخد منها حاجه. طيب، بيقول لي use of the compound this the ion. هو يعني على الزيرو، يعني هو الراجل اللي معانا الايون ده متشطب، يعني على الارجون 18 ايون خالص. مبدئيا كده هنشطب دي. الايون هيدروجينيشن دي كانت بتاعه النيكل. تمام، حلو. والجوينتس دي كنا بنستخدمها في التيتانيوم. حلو. طيب احنا هنا بقى ده مين؟ في الكار باتريز. وعندنا هنا بقى مين؟ بي هتكون الإجابة. طب ايه يا ميس الخيانة دي؟ انت ما فهمتنيش أي حاجة. هقول لك أنا بقى، أنا اخترت ليه الإجابة دي. أول حاجة، احنا عندنا دي اليوزز بتاعت مين؟ بيقول لي يوز ذا كاتاليست ذا كونكت ميثود. ده مين ده؟ ده الفاناديوم. ده مين؟ ده الفاناديوم. الكلام ده اهو. تعالى كده معايا، الفاناديوم بنتا اوكسايد. احنا عايزين element يكون من الترانزيشن element. حلو اهو، element يكون من الترانزيشن element. انت هتقولي طب لو السؤال ده جالي بطريقه تانية انا ازاي هحله؟ عشان انا معايا كذا اجابه، انا معايا بي ومعايا سي. طب انت شطبتي ايه وشطبتي دي؟ احنا فهمنا ليه، علشان فيهم ايونز. طب انا ليه بقى هختار اختياري بين بي وبين سي؟ هقول لك، لان احنا عارفين ان التيتانيوم انا بستخدمه فين؟ في الجاينتس. مثلا هركب مفاصل، هركب مفصل في رجلي، في ركبي، ايا كان، عشان هي بتبقى ايه؟ انرت. لكن احنا هيبقى اختيارنا وش بي. طيب ليه يا جدعان؟ علشان الفاناديوم احنا كنا بنستخدم الفاناديوم لما كنا بنعمل مين؟ لما كنا بنعمل السلفر دايوكسيد، بنحط عليه هاف اكسجين. تمام؟ وبنحط عليه مين؟ الفاناديوم بنتا اوكسيد. عند درجة حرارة 450 كان بيطلع السلفر ترايوكسيد. بنقوم واخدينه حاطين عليه ووتر، يطلع مين؟ يطلع الهيدروجين سلفيت. حلو. طيب اهو، هي مفيش غيرها. تعالوا كده، ده في النموذج التالت. بيقول لي ايه؟ which of the following express تمام the electronic structure، في الاستراكشر بتاعه في الترانزيشن element ion. من اليوزز بقى بتاعته of the compound، يعني من اليوزز بتاعته ان انا بستخدمه ككاتاليست. في كلام هيجي اندايركت زي السؤال ده. السؤال ده بالنسبه لي انا عادي جدا، تمام، عشان طبعا مدرس واي مدرس هيبقى بالنسبه لك، لكن انت كطالب مش هتقدر تفك شفرته، مش هتقدر تعرف ان ده الفاناديوم بنتا اوكسيد وان هو بستخدمه فين؟ في الكاتاليست. كونكت ايه؟ كونكت ميثود. تمام؟ اوكي.
تمام؟ في اي مشكله في السؤال ده؟ يبقى السؤال ده انا ترجمته ازاي؟ بيقول لي which of the following express the electronic structure، من الالكترونيك structure بتاعه ان هو حاجه ذاتيه فيه من الاليمنت ان انا بستخدمه من اليوزز. تمام. تاني من اليوزز، هو ذكر لي من اليوز، يعني كانها ذكرها لي من البروبابيلتيز. اليوزز كانت بتاعه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اليوزز بتاعه الترانزيشن اليمنت كانوا 7، ساعه ما قلت لك انا بستخدمه ككاتاليست، ساعه ما قلت لك انا الماجنتيك مومنت والدينستي والحاجات دي كلها. فكل ان انا قلت انا بستخدمه من اليوزز يبقى انا عايزه حاجه فين؟ في الكاتاليست. اصل مستحيل اجي اقول لك ان هي التيتانيوم دي من اليوزز بتاعه التيتانيوم، مش اليوزز بتاعه الترانزيشن اليمنت. تاني هنا لما جه ذكر قال اليوزز بتاعت مين؟ الترانزيشن ميتال. الترانزيشن ميتال، واحنا اتكلمنا ان الترانزيشن ميتال بصفه عامه اليوزز بتاعتهم ان احنا بنستخدمه ككاتاليست. فهمت قصدي؟ طب يا حبيبي يلا السؤال اللي بعده. طبعا يا جماعه البورد اول مره تبقى شغاله معانا كويس الحمد لله، عشان البورد دي بايظه اصلا محتاجين يصلحوها. والله حاجه استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. The following graph represent the ionization energy of two elements. احنا عندنا دلوقتي two element. قبل ما نقرا الاجابات لازم نفك الشفره. تعالى نفك الشفره. بص بقى، انت كان عندك اول ionization كانت حراره عاديه، طب تاني ionization حراره قريبه منها، طب تالت ionization حراره قريبه منها، طب رابع ionization لا يا نهار ابيض. تخيل انت معاك الحاجه بتاخد منك حراره 2745، مره واحده لقيت ان الحراره اللي بعد 2745 هتبقى 11,000 ونص. انتوا متخيلين الجنب اللي حصل؟ كبيره. فدي كده دي كده انا بكسر نوب الجاز. يبقى انا هنا انا بعمل ايه؟ ببروك فين؟ النوبل جاز. طيب معنى كده ان دي عندها بوزيتيف 3، ما عندهاش قابليه ان يبقى عندها بوزيتيف 4. طب هما مين اللي عندنا؟ هما اتنين، واحد من الترانزيشن اليمنت اللي هو الاسكادنيوم 21 عنده the only one oxidation state اللي هي كام؟ بوزيتيف 3. طيب وعندنا واحد non transition element من ال representative element من الايه؟ من البي بلوك اللي هو كان منين؟ من 3A الالومنيوم بوزيتيف 3 برضه. تمام؟ يبقى اول واحده ترانزيشن هكتب تي واللي بعدها هكتب نون على طول. طيب انا كده ترجمت دي، وقف الفيديو وترجم اللي بعدها قبل ما ترجمها. تمام. اول واحده الفيرست ايونايزيشن كانت 600، بعد كده بقت 1300. ميس هو كده مش عمل جنب؟ لا كده الارقام قريبين من بعض حتى لو الضعف، بس الارقام قريبه من بعض. سكند، بعد كده الثيرد، بعد كده الفورث، بعد كده ايه؟ الفيفث. دي كان اخرها فين؟ كان اخرها 5. يا نهار ابيض، من 6500 ل 12. لا ده جامب جامد قوي وعالي قوي قوي. تمام. هنا دي تبقى مين الوحيده اللي كانت عندها بوزيتيف 5؟ ما هو خلي بالك هتقولي يا ميس طب ما في حاجات عندنا كتير لها بوزيتيف 5. لا يا حبيبي، بوزيتيف 5 تكون اعلى اوكسيديشن ستيت عندها، مش هي عندها بوزيتيف 5 من الاكسيديشن ستيت العاديه. زي مثلا المنجنيز ما عنده المنجنيز اصلا الحاجه الوحيده اللي مش عنده هي بوزيتيف 5 كمان. يعني عندك مين اللي عنده بوزيتيف؟ هي الفاناديوم. ما عندكش اوبشن تاني غير الفاناديوم، عشان اجيبها لك يمين اجيبها لك شمال مفيش غيرها، هي الفاناديوم بوزيتيف 5. تمام حلو. تعالوا بقى، يعني انا بصوا كده من طريقتك حلك في الامتحان، انا بكرر تاني انك تترجم السؤال الاول. تاني اني اترجم السؤال، اهيئ لمخي انا ماشي ازاي، افهم هو بيعمل ايه السؤال، اروح اقرا الاجابات.
لو انا عطلت قوي في السؤال هخلي الاجابات هي اللي تفهمني السؤال، يبقى عندك طريقتين، بس هو دلوقتي السؤال كان مترجم نفسه. تمام. طيب بيقول لي اكس، مش عايزين نطلع قوي كده، ماشي حلو قوي. اكس، مين اكس؟ ناخد بالنا ان ده اكس. حلو. اكس ترانزيشن element، اكس ومعرض يبقى ترانزيشن، ومعرض يبقى نون ترانزيشن. طيب الواي ترانزيشن، وبيقول لك الواي نون ايه؟ نون ترانزيشن. طب تمام حلو قوي. في اجابه وش هنشطبها دلوقتي حالا، دي خلاص كده، دي اتشطبت. طب احنا دلوقتي عندنا تو اوبشن. حلو. بيقول لي واي ترانزيشن صح. طب تعالى كده نكمل بقى وناخد بالنا ان الواي ده الفاناديوم. بيقول لك من اليوزز بتاعته ان احنا بنعمل منه قضبان الحديد، الريلاوي تراك، لا ده المنجنيز يا حبيب قلبي. يا نهار ابيض، يعني اليوزز غلط. الحلو مش بيكمل، فكده كمان سي هتتشتم. يلا اتبقى معاه اجابتين، اكس ينفع تكون ترانزيشن وينفع تكون نون ترانزيشن. طيب بيقول لي اكس الترانزيشن، ناخد بالنا يعني هنا قصده اليوزز دي بتاعت مين؟ الاسكادميوم. نفهم معنى ان قال لي اكس ترانزيشن يعني الاسكادميوم بستخدمه في الاير كرافت؟ لا، ده التيتانيوم وايه؟ والالومنيوم. انت تعرف السؤال ده كان هيبقى امتى صح؟ لو كان جاب لك اكس نون ترانزيشن. طب اللي بعده بيقول لك بي نون ترانزيشن يعني قصده الالومنيوم، بستخدمها في الميج فايتر جاينتس، ايوه في الطيارات بتاعت السفن الحربيه بستخدم سكادميوم وبستخدم الومنيوم. هي دي الاجابه الوحيده اللي صح، اللي هي بي. ايوه هي بي. ماشي تمام. بعد كده بقى عندنا مين؟ A transition element X. عندي transition element ايه؟ X. خلينا نغير شوية نكتب بسود. From the first transition series، هي first transition series. similar حط تحتها بقى معلش ثانية، حط تحتها 100 خط. هما مين اللي كانوا similar probabilities؟ مين اللي كانوا similar probabilities وانا مغمض؟ 3: ايرن، كوبالت، ونيكل. اكتبهم لي كده، ايرن وكوبالت ونيكل. حلو قوي. 26 27 28 دي عندها بوزيتيف 2 بوزيتيف 3. هتقولي مس الايرن ليها بوزيتيف 6، مش عليك، مش بنستخدمها اصلا. الكوبالت عندها بوزيتيف 2 وبوزيتيف 3 وبوزيتيف 4. طب دي بوزيتيف 2 بوزيتيف 3 بوزيتيف 4. ماشي تمام. بيقول لي هنا x from first transition series similar probabilities of the elements that precede and flow in the same group which of the following. ايه الايزلي يعني ايه العمليه اللي انا من السهل اعملها؟ من السهل ان انا اروح من بوزيتيف 3 لبوزيتيف 2، انا كده بعمل ريديوس مش بعمل اوكسيديشن. طيب ادي اول واحده غلط. من السهل ان انا اروح من بوزيتيف 4 سواء هنا او هنا مش هتفرق، سواء كوبالت او نيكل، من 4 ل 3 برضو زي ايه؟ ريديوسد. حلو. طيب من السهل ان انا اروح من 2 ل 3، هي الاجابه دي ممكن تبقى صح لو الاجابه بتاعت دي ممكن تبقى صح لو ايه؟ لو مفيش سي. لكن سي موجوده، انا كده هوصل لاعلى مراحل الاكسيديشن ستيت. زي مثلا لو انا كوبالت، تعالوا كده هنا مثلا، هو الكوبالت بكام؟ الكوبالت ب 27. هنكتب ايه؟ ارجون 18 4s2 3 دي كام؟ 3 دي 7. فانا هقول لك ان انا هعمل له بوزيتيف كام؟ بوزيتيف 2. تمام؟ هيبقى 4s0 3 دي كام؟ 3 دي 7. تمام؟ حلو. من السهل هو بيقول لي بقى
من السهل ان نحوله من بوزيتيف 2 لبوزيتيف 3، هيبقى 4s0 3d6. عشان هنا كان عنده 3 امبير وهنا عنده كام؟ 4 امبير. لكن من الاسهل بقى والاسهل ان انا احوله ان هو يبقى اكسترا ستابيليتي، احوله يبقى ايه؟ هاف فيلد 3d5 اهو، 5 امبيرد الكترون. امبيرد يعني سنجل الكترون، هي دي. فهتبقى الاجابه دي. فهمتوا ليه؟ حلو جدا. ماشي. انا جاوبتها؟ جاوبتها ماشي. طيب هنا بقى بيقول لي which of the following necessary، من الضروري to prepare، انك تحضري iron 3 سلفيت. تمام. جبت ايرن 3 سلفيت، جبتها منين بقى؟ جبتها من الايرن 2 سلفيت. نرجع للنوتس ولا ليه نرجع للنوتس؟ ما نكتبها هنا. لما كان بيبقى عندنا 2، معلش يا جماعه ثانيه كده اهو، انتوا كده شايفين؟ شايفين. لو انا جايباها من الايرن 2 سلفيت، جايبه 2 ايرن 2 سلفيت، عملت هيتنج، هيطلع عندي كام؟ هيطلع عندي هيماتايد وسلفر دايوكسيد وسلفر ايه؟ ترايوكسيد. تمام. هقدر اخد دي اللي هي الهيماتايد واحط عليها ايه؟ هيدروجين سلفيت، فبالتالي هقدر احولها ان هي تبقى ايه؟ ايرن 3 سلفيت. تمام. هو انت عملتي ايه؟ انا مشيت وعملت اللي هو طالبه في السؤال قبل ما اقرا التشوز، ده الطبيعي. تاني، علشان ما احسش بتوتر في الامتحان، لو انا شخص فاهم المنهج قوي اعمل اللي انا بعمله دلوقتي. تاني، لو انا شخص الحمد لله على قدر استيعاب كبير قوي من المنهج اعمل اللي انا بعمله ده. اول لما يقول لي ازاي اعمل كذا وحافظ الايكويشن وعامل، خلاص. على ما اظن الايكويشن دي عندكم في كتاب المفاهيم. ماشي اهو. انت كان عندك مين؟ الايرن 2 سلفيت، بمجرد ما انت سخنتها بقت هيماتايد، خدت الهيماتايد حطيت عليها ايرن 2، طلعت مين؟ ايرن ايه؟ ايرن 3 سلفيت. طيب حلو قوي. احنا المفروض بقى يا ترى احنا فهمنا عملنا ايه؟ تعالوا بقى نقرا التشوز، وانا بقرا التشوز الدنيا بالنسبه لي هتكون ايه؟ سهله. بيقول لي هعمل ثيرمال ديكومبوزيشن. حلو، هتعمل ثيرمال ديكومبوزيشن، هعمل تكسير. يعني ثيرمال ديكومبوزيشن يعني كانه بيقول لي هعمل هيتنج. ماشي. يتبعها خلي بالك، يتبعها ايه يا استاذ يا دكتور؟ اديشن. فعلا انا عملت اديشن اكس بلس واي، بس ناخد بالنا تفرق من دايليوتد لكونسنتريتد. طبعا ولادي عارفين ان فرق بين دايليوتد وكونسنتريتد، ان الدايليوتد انا بضيف ميه. تاني، دايليوتد دي لما بيكون عندك ايرن وحطه على الهيدروجين سلفيت يطلع ايرن 2 سلفيت. طب الكونك لما بيكون معايا هيماتايد فانا حاطه عليه الهيدروجين سلفيت عشان يطلع ايرن ايه؟ ايرن 3 اهو. ففي فرق. فكلمه دايليوتد خلت الجمله دي غلط. انا هنا فين؟ انا هنا في الكونك. انا هنا فين؟ في الكونك. حلو قوي، لان هيطلع عندك هنا ايه؟ يطلع عندك هنا ميه. دايما الكونك الكونسنتريتد لازم يطلع معاه ميه، الدايليوتد لا، الدايليوتد بترجع الميه، الكونك بتنشف الميه. فبالتالي اهو هيبقى اختيار مين؟ هيبقى اختيار بي. اختيار بي طويل قوي، مسافه طويله. عندي بعد كده بيقول لي عملت اديشن للصوديوم اوكسيديشن. لا لا لا، غلط اصلا، غلط من باب. يلا بينا. حلو قوي. بعد كده هندخل على مين؟ على سؤال رقم 5. بيقول لي study the following table. ممكن بعد اذن حضرتك تدرسي لي التيبل ده بيتكلم عن ايه؟ جماعه ستوب ثانيه.
قبل ما اشرح السؤال هفكركم كده اعمل ريفريش. احنا كان عندنا الايرن، كان عندنا ليه 3 مراحل. ايه هما ال3 مراحل؟ ال3 مراحل بتوع الايرن كان عندك اول حاجه دريسنج. تمام، دريسنج. الدريسنج دي كان فيها مرحلتين. تاني، انا كان عندي اول مرحله الدريسنج كانت بتنقسم لاتنين. الدريسنج كانت بتنقسم للفيزيكال والميكانيكال، وكانت بتنقسم للكيميكال اللي هي بنقول عليها روستنج. طب الفيزيكال والميكانيكال كان فيها كام حاجه؟ كان فيها 3 حاجات. طب ايه هما يا ميس ال3 حاجات؟ اول حاجه كان عندي اور كبير قوي، بعمل ايه؟ بقعد اكسر فيه اكسر فيه. ايه الهدف من ان انا بكسر فيه؟ ان انا اعمل له تكسير، يعني اعمل له ايه؟ اعمل له كراشنج. طب بعد ما كسرته اكيد في فتافيت وقعت، فاعمل له ايه؟ سنترنج، تجميع. بعد كده عندي هدف ان انا اعمل ايه؟ كونسنتريتنج، التخلص من الشوائب. والتخلص من الشوائب هنا يعني هيعدي على كم مرحله؟ هيعدي على كذا مرحله، بس هناخد مرحله منهم، سواء سيرفيس تنشن او ماجنتيك سيبريشن او الكتريك سيبريشن. سيرفيس تنشن دي اتكلمت ان هي مرحله هيبقى عندك سطح ماجنت، انت بتحط عندها الاور بتاعك بايه؟ باتراكشن ايه؟ الايرن، الحاجه اللي فيها ماجنت. وبيعدي ايه؟ الامبيورتيز ما بيرضاش ايه؟ ياتراكشن ليها. الالكتريك سيبريشن والمagnetic سيبريشن حاجه عامله زي الخلاط، بنحط فيها الاورز بتاعتنا من مكان بينزل لك الامبيورتيز، ومن مكان تاني بينزل لك ايه؟ الاور بتاعك. بس ناخد بالنا ان انا في الكونسنتريتنج لما كنت بخلص من الشوائب، انا لما كنت بخلص بس مش بخلصها بنسبه 100%. طيب بعد كده بقى دخلت على الراستنج. الراستنج دي كانت عمليه انا بسخن فيها. كان عندنا 4 اور: هيماتايد، ليمونايد، سيدرايد، ماجنيتايد. في ثلاثة عندي كلهم بيغيروا من مين؟ من الهيماتايد. الهيماتايد في اللحظة دي هيقف عن العمل. ليه؟ لأن ال3 دول عايزين يبقوا هيماتايد. الليمونايد هو هيماتايد مبلول، فبمجرد ما انا هسخنه هيبقى هيماتايد. طب الايرن 2 كربونات هسخنه هيبقى ايرن 2 اوكسايد. بعد ما يبقى ايرن 2 اوكسايد هعمل له اوكسيديشن بقى هيماتايد. طب الماجنيتايد ده خليط بين 2، ايرن 2 ايرن 3. طيب هسخنه برضو. دي كده مرحله مين؟ الراستنج. بعد كده بقى الريدكشن والبرودكشن. المهم انا لخصت الدنيا عشان الحته دي. بيقول لي study the following table. حلو. properties of the ore before dressing. حلو. هنا بيقول لي دي كده بس الدريسنج بصفه عامه. انا لسه قايله ان الدريسنج فيها فيزيكال، وفيها كيميكال. ده كده قبل ايه؟ قبل ما اعديه على الدريسنج. طب ده كده وزنه قد ايه بعد ما عديته على الدريسنج؟ بصوا نسبة الايرن كانت 45، بعد كده بقى كام؟ 69. معنى كده بالبلدي ان هو خلص مراحل الدريسنج كلها، سواء كراشنج، سنترنج، كونسنتريتنج او راستنج. خلص ال4 مراحل وتمت العملية بنجاح فين؟ في الدريسنج. طيب تعالوا نشوف. بيقول لي بقى يا ترى ايه اللي حصل علشان نتنقل النقلة دي؟ طيب في طالب بقى هو من حظكم ان هو مش جايب لك كونسنتريتنج تاني. طبعا ريدكشن دي اكتر واحده غلط، لان احنا قلنا ايه؟ دريسنج. اللي هيختار ويتلخبط هيتلخبط بين ال3 دول. مبدئيا الاتنين دول مالهم؟ فيزيكال. والاتنين دول مش بيلعبوا على ان يحصل ديكريز في البرسنتج. 2 بيلعبوا على ده. تاني 2، سواء الراستنج اللي هي بنقول عليها عملية الهيتنج، أو سواء الكونسنتريتنج، أو سواء مين؟ الكونسنتريتنج. مين الكونسنتريتنج؟ اللي هي في الفيزيكال، هي يا دوب بس بتشيل الامبيورتيز، انما ده بيسخن وبيحول. يعني شايفين التحويل الكبير اللي حصل عندنا في نسبة الايرن ده هنا كده ممكن تلاقيه سيدرايد، ده كده السيدرايد اتحول لمين؟ لهيماتايد. طيب
كان ممكن يا ميس يجيب لي كونسنتريتنج، كان ممكن يجيب لك كونسنتريتنج في التشوز، بس ما اظنش ان هو يعني هيعمل فيك كده او ممكن يعمل فيك كده عادي جدا يعني، ما تستبعدوهاش. طب لو جابها لي في اللي تشوز، انا كطالب هختار راستنج ولا كونسنتريتنج؟ لا، النقله اللي احنا اتنقلناها دي هتخليك تختار برضه الراستنج. اتفقنا؟ اتفقنا. حلو قوي. اول حاجه انت عندك مين؟ الهيدروكلوريك اسيد اللي هو مين؟ ال HCl. هضيفه على 3، هضيفه على الاكس والواي والزد. ماشي. اول حاجه انا هضيفه على مين؟ على الاكس. بيقول لي هي ايه؟ قال لي doesn't change، مش هيتغير. الحاجه اللي عندي مش هتتغير، معنى كده ان هو ليه حاجه مش هتتغير. طب تعالوا نشوف. يعني هو لو ليه لون، اللون بتاعه مش هيتغير، يعني هو لو كرلس هيفضل كرلس. طيب بيقول لي البايكربونات كده فعلا، البايكربونات كرلس مش هيتغير. طب الاس او 3 لا هتتغير. طب الاو 3 قال لي لا هيتغير، ده لونه هيتغير وده لونه هيتغير، ده اصلا مش هيتفعل، مش هيتفعل اصلا. فمعنى كده ان انا شلت ده وشلت ده وشلت ده من اول واحده، فهي باينه وضوح الشمس. بس احنا مش هنجاوبها دلوقتي، هنعتبر ان هي ايه؟ مش ايه. طب نتاكد بقى. بيقول لي واي، قال لي هتتفاعل وهتديني ايه؟ جاز افكت مع البوتاسيوم مين؟ برمنجانيت. فعلا الصويا سلفيت بتتاثر. ماشي. طيب بعد كده بيقول لي colorless doesn't change no gas، ملهاش جاز اصلا. طيب فهمت ليه هنا ما اخترتش ال NO3؟ علشان هنا كان ليها جاز بس نو تشينج، ما اتغيرش، انما هنا بيقول لي ملهاش جاز، دي ما اتفعلتش اصلا. معنى كده ان ال HCl ما قدرتش تكشف ايه؟ ما قدرتش تكشف عليها. طيب بتعلق، استغفر الله العظيم يا رب. كده كويسه كده. ماشي. بيقول لي the following experiment were on for salt solution x y z w. تمام. هو هيديني صفات على x، لازم صفات x تلائم تلك الحاجه دي. بيقول لي precipitated هتتفاعل مع مين؟ مع الكالسيوم هيدروكسيد. طب تعالى بس كده، هو الكالسيوم ده كان بيتفاعل مع مين؟ كان بيتفاعل مع حاجتين، كان بيتفاعل مع الامونيا كربونات. ثانيه عشان انا ايه، المكان ضيق. كانت بتتفاعل مع مين؟ مع الامونيا كربونات. حلو. ومين؟ مع الهيدروجين سلفيت. حلو. طيب بوتاسيوم بايكربونات، لا امونيا كربونات. ماشي. صوديوم سلفيت، صوديوم سلفايد. واضح ان احنا مش عارفين الاجابه خالص. هي ممكن تديني الاجابه من اول واحده كده، من اول اكس؟ عادي جدا، احنا بقالنا سؤالين ماشيين على كده، ده الاسئله سهله اهي. امال انتوا عاملين ازمه ليه ونماذج استرشاديه؟ يا عم ركز يا عم. تعالى بقى نتاكد ان هي بي. بيقول لي واي no precipitated from when calcium hydroxide. مش هتديني precipitated فعلا. البوتاسيوم بايكربونات مش هتديني بريسيبيتيت، لما هي البايكربونات كرلس. صح فعلا الكلام ده صحيح جدا. طيب ماشي. بعد كده هنا بيقول لي الديكلوريسز كولر، بيقول لي الايودين احنا هنحط عليه الايودين وهيتاثر بيه. طب ما هو فعلا الصويا سلفيت احنا كنا بنكشف عليه بحاجتين، ب HCl وايودين. في حاله البراون كنا بنحط عليه ايودين، في حاله البراون في حاله الاكوس كان بيخرج مخفي. الكلام لحد دلوقتي صح. هي شكلها اختيار بي ولا ايه؟ بعد كده بيقول لي بلاك بريسيبيتيت، لما احط
الليد نايتريت. طب ما انا كنت بحط الليد نايتريت على مين؟ ميس كنت بحط الليد اسيتيت، مش هتفرق. المهم ان انا هستخدم الليد مع مين؟ مع الحاجه اللي هنا. هو بيقول لي سلفايد. بص يا حبيب قلبي، هو بيقول لك دلوقتي لو انت عندك هيدروجين سلفايد، لو حطيت عليها ليد اسيتيت بالشكل ده، بص كده، لو تاخد بالك انا هاخد اللي بره مع اللي بره، فالاجابه هنا هتطلع معاك ليد ايه؟ ليد سلفايد. طيب لو انا سمعت كلامك وعملتها الهيدروجين سلفايد مع مين؟ مع الليد، مع الليد نايتريت، تمام؟ بوزيتيف نيجاتيف، بوزيتيف نيجاتيف، اخد اللي جوه مع بعض واللي بره مع بعض. الليد سلفايد برضو هي فما اختلفتش، فهتبقى برضو دي صح. فهو هيبقى يختار مين؟ اختيار بي يعني. ماشي، الصفحة خلصت. طيب بيقول لي which of the following not used distinguish between. انا مش هقدر افرق بين مين ومين، بين النيتريك جاز وبين الهيدروجين كلورايد. يعني انا دلوقتي معايا النيتريك ايه ده؟ يعني انا دلوقتي معايا النيتريك اللي هو كده and ال HCl. انا عايز اختيار ما يقدرش يفرق بينهم، يعني في 3 في اللي تشوز هيقدروا يفرقوا. طيب اول واحد بيقول لي لو حطيت عليهم صوديوم كلورايد. طب ما الصوديوم كلورايد مش هيأثر في النيتريك ومش هيعمل حاجه في ال HCl. هو لحد دلوقتي ده الاختيار الطبيعي لان مش هيأثر، تمام. طيب لو حطيت عليهم ايه؟ لا لو حطيت على ده اكسجين، هيبقى النيتروجين داي اوكسيد هيديني ريدش براون، هيفرق بين ده وبين ده. طب لو حطيت امونيوم، لو حطيت امونيا ده هيتفاعل معاها، هيبقى امونيوم كلورايد هيديني وايت كلاود فيومز، فدي برضو هتفرق. طب لو حطيت بوتاسيوم بيرمنجانيت، لو حطيت بوتاسيوم بيرمنجانيت على ده هيكون داخل لونه فايلوت، هيطلع كارلس، هيفرق برضو. مين الوحيدة اللي مش هتفرق؟ الصوديوم كلورايد. طيب the experiment show in the following table we to identify 3 acid. احنا دلوقتي عندنا 3 acid. بيقول لي الهيدروجين بروميد. حلو، الهيدروجين بروميد وش كده بنكشف عليها بمين؟ بالهيدروجين سلفيت، وبمين؟ بالسيلفر نيتريت. حلو، بيقول لي هيديني لون اورنج، صح، ريد اورنج. بعد كده بيقول لي انا عندي الامونيا. هو انا كنت بحط مين امونيا؟ قال لي ال HCl كنت بستخدم عليها ايه؟ امونيا. لما كنت بحط عليها امونيا كانت بتطلع عندي امونيوم كلورايد وايت كلاود فيومز اهي. هو قال لي وايت بس هي عادي، وايت كلاود فيومز عادي، فيومز. طيب بعد كده بيقول لي الباريوم كام؟ الباريوم نيتريت او الباريوم كلورايد، المهم ان في باريوم. الباريوم ده كان بيكشف على الفوسفيت وعلى مين؟ وعلى السلفيت، هيديني وايت. بس هو هنا ما فرقليش، ما قاليش ديزولف او نوت ديزولف، ما فرقش، فهو اكيد مش هيلعب في الحته دي. تعالوا بقى نشوف الاختيار. اول واحده لازم يكون عندي سلفوريك اسيد، يعني HCl لا، سلفوريك اسيد. نيتريك اسيد لا، سلفوريك اسيد وسلفوريك اسيد. ماشي، ندخل على اللي بعدها. بيقول لي انا عندي مين اللي بحط عليها الامونيا؟ هيدروجين ايه؟ هيدروجين كلورايد، صح، دي صح ودي صح. مين اللي هتفرق؟ الاخيره، فوسفوريك اسيد ونيتريك اسيد. اكيد الفوسفوريك اسيد اهي، هي دي، تمام.
تاني لما اجي احل السؤال امشي مع السؤال زي ما انا ماشيه معاه كده، امشي انا حاسه ان احمر على احمر مش باين، خلاص هكتب بعد كده بالاسود. فانا هنا عملت ايه؟ عندي مين؟ الهيدروجين بروميد. عرفت الهيدروجين بروميد بكشف عليه بمين، سواء في المين او في الكونفرماتري. طبعا انت بقى في الامتحان سؤال زي ده ممكن تقعد فيه 3 4 5 دقايق، تقول لي ايه ده، انا ممكن اقعد فيه نص ساعه. صلي على النبي يا ميس عليه الصلاه افضل سلام. ممكن اقعد فيه نص ساعه، لا ما ينفعش. انت شفت الحفظ اللي انا حافظاه ده، انت المفروض تدخل الامتحان كده، ما تضيعش وقت. اصل يعني انا عايزاك بس تقدر ان الامتحان مش زي ما انت متخيل 3 ساعات. هم مش 3 ساعات، هم صافي 2.5 ساعة، ساعتين وتلت كمان. ايه؟ اه والله بحلف لك وانا صدق. انت هتمضي على كمية ورق ولا كأنك رايح تشتري شقة في الشهر العقاري. انت هتمضي على كمية ورق كتيرة جدا، بلس ان المراقب هيجي يطلب منك انك تظلل في البابل شيت قبلها بتلت ساعة، وعقبال ما الورق يتوزع وعقبال ما الورق يتلم. في لفة. فانا مش هيكون فاضي ان انا اول لما الاقي الهيدروجين بروميد اروح افتح الكتاب ادور هيدروجين سلفيت سيلفر نيتريت وريد اور. السؤال ده كده ممكن ياخد معايا كتير. انا المفروض اكون داخل قاعد الكتابه الكتير والقرايه الكتير، في ناس ما بتجيش بالكتابه، بس الطريقه الصح ان انت تقرا المعلومه اكتر من 10 مرات، عينك تيجي عليها اكتر من 10 مرات. ده الطريقه اللي هي الايه، البيرفكت للناس اللي ما بتحبش تكتب. في ناس ما بتعرفش تذاكر غير بتكتب. المهم تكون داخل في الامتحان مستعد. سؤال 10 ماشي. which of the following salt can be detect بايه؟ بتكشف ايه using the reagent of the confirmatory test one of the cation. الفيفس، مين الفيفس؟ الفيفس ده اللي هو الكالسيوم. الفيفس ده مين مع مين؟ مع بيكشف في المين اكسبيرمنت بالامونيا كربونيت، وبيكشف بمين؟ بالهيدروجين سلفيت. يعني المفروض اطلعها ايه؟ كالسيوم سلفيت. حلو قوي. احنا عايزين حاجه بقى تقدر تتفاعل مع مين؟ مع الكالسيوم. ينفع استخدم المنجنيز؟ مفيش حاجه اتكلمنا فيها عن المنجنيز. طب ينفع اتكلم عن، يا نهار ابيض الحاجه الساعه وقعت على الملزمه. ينفع اتكلم عن الايرن مع ايرن 3 سلفيت؟ لا برضه. طب ليه يا ميس؟ مش هينفع؟ مش هينفع خالص. طب تعالى كده بص يا حبيبي، الوحيده اللي هتنفع هي الليد نيتريت. طب ليه؟ انا دلوقتي لو عندي كالسيوم كلورايد ماشي، هحطه على مين؟ على الليد نيتريت. ايه الحاجه الوحيده اللي هتتفاعل وهتقدر تكشف عليه؟ عشان هي مور ستيبل، بوزيتيف ونيجاتيف، بوزيتيف ونيجاتيف اهو، اللي جوه مع بعض واللي بره مع بعض. هيطلع عندي فعلا مين؟ كالسيوم نيتريت زائد ليد ايه؟ ليد كلورايد. هتتفاعل، لكن مش هيجي مين؟ لكن لما اجي احط كالسيوم كلورايد على مغنيسيوم كلورايد مش هتتفاعل، مش هترضى تتفاعل. تمام حلو. هنا مش هترضى تتفاعل مع الايرون ولا الباريوم. هي الحاجه الوحيده مين؟ الليد ايه؟ الليد نيتريت. طيب جميل قوي. هنا بقى بيقول لي السؤال ده يعني ندخل بقى كده عشان نفضي الدنيا هنا شويه. بصوا بقى، which of the following doesn't represent reversible. يعني ايه reversible؟ الجمله هنا مثبته يبقى هننفيها، يعني incomplete.
يعني ايه مين اللي جاي doesn't تمام، مش يعني انا مش عايزاه ولا ريفرسبل ولا انكمبليت، يعني بالبلدي كده انا عايزاه كومبليت بالبلدي كده. بس هو مش عايز يقول لك الاجابه كده دايركت، هو بيحب ايه يمطوحك. ثانيه كده غلط، هو عايزه ايه كومبليت. بيقول لي لو انا حطيت بربريتنج امونيا جاز، بص اول ما يقول لك كلوزد كونتينر تعرف ان هي ايه incomplete. حلو. طب اسيد والكحول عارفينها. طب incomplete واحنا مغمضين، ده احنا بصوا كنا بنغنيها اسيد والكحول استر ووتر. طيب ماشي. هنا بيقول لي الايرن 3 مع الامونيا ثايوساينيد. لو تفتكر ان احنا كنا واخدين الامونيا ثايوساينيد دي في شابتر 3 ان هي من الويك، تمام. فبالتالي ما دام هي ويك هي انكمبليت، صح. مين الوحيده اللي وش هتخلص؟ المغنيسيوم سلفيت، لما احط عليها صوديوم كربونيت هنخلي طبعا ده الايكويشن ده احنا كنا واخدينه اهو. بس هو قالها لك ازاي بالظبط؟ هو قال لك احنا هنضيف، مين على مين؟ قال لك احنا معانا الصوديوم كربونيت هنضيف عليه ادنج مين؟ مغنيسيوم سلفيت، عشان الدنيا تكون اكيوريت قوي ونكون كاتبينها very accurate. تمام. هي دي هتخلص بوزيتيف ونيجاتيف، بوزيتيف ونيجاتيف، اللي جوه مع بعض واللي بره مع بعض، ففعلا هيطلع معايا كده اهو خلص. يبقى هي دي الايه الاجابه دي اللي هي سي. طيب بعد كده هنا بقى السؤال ده حلو وسهل، هو على فكره يرعب شويه بس والله سهل، مش صعب، لا مش صعب خالص. طيب بصوا بقى، احنا هنا عندنا ايه؟ احنا هنا حاطين زنك وحاطين هنا ايه زنك، تمام. عندي هنا 50 كولم وهنا 50 كولم، وهنا عندي 1 مول من ال HCl وهنا عندي 0.5. مين هيدوب اكتر؟ ايه. كل ما عدد المول يكتر كل ما هي هتدوب اكتر. تاني، كل ما عدد المول هنا يكتر كل ما هي هتدوب اكتر. يبقى انا جاوبت على السؤال قبل ما اقراه. تاني، انا جاوبت على السؤال قبل ما اقراه. فيجي يقول لي ان ذا ريت of disappearing هتختفي the piece of zinc في الزنك في تيوب A. طبعا علشان هنا عندي 1 مول، ال1 مول هيساعد الزنك ايه يدوب بسرعه، انما ال 0.5 لا كميه قليله، فاهمين؟ طيب ال A هتدوب اكتر من ال B، الكلام ده صح. طيب هنا بيقول لي الريت بتاع ال B هيدوب اكتر من ال A، لا طبعا. بيقول لي the amount of hydrogen لما احط الهيدروجين جاز produced على البي greater than الايه، لا طبعا. عكسها لي هنا وقال لي لس، لا برضه. هي الاجابه الوحيده ان انا حاطه لك بيس من الزنك وبيس من الزنك في ايه؟ في ايه وفي بي، بس حاطه في ايه 1 مول وحاطه في بي 0.5. فمين هتساعد ان هي تدوب اكتر؟ كل ما ازود عدد المول ايه اللي هيحصل عندي؟ الزنك هتختفي اسرع، فهتختفي اسرع فين؟ في الايه. طيب ماشي. بعد كده عندنا هنا بقى مين؟ بيقول لي which of the following express the effect the heat. بصوا بقى الحته دي فاضيه، فانا عندي هنا الحراره، قال لي هيت الحراره يعني temperature، ومين؟ وبالايكوليبريم يعني الكيسي. الكيسي دايركتلي بروبوشنال مع مين؟ مع التمبريتشر. يبقى احنا عايزين حاجه بتتكلم في الحته دي. طيب تعالوا نراجع كده الاكزو والاندو. الاكزو كان عامل كده،
كان انكريز ايه؟ انكريز برودكت. وناخد بالنا ان البرودكت ماله دايركتلي بروبورشنال مع ده. تاني اهو، لو احنا عندنا كي سي اهو برودكت على رياكتنت، فهنا انا بعمل انكريز لده. طب الاندو العكس، الرياكتنت استنى عشان دي مش باينه، العكس اهي، الرياكتنت انكريز رياكتنت. ماشي. طيب يعني هنا الكي سي يعتبر صغير، هنا الكي سي كبير، فبيقول لي اول واحده لوينج، هيحصل لوينج. اول واحده غلط، وش هيحصل رايزنج تمبريتشر انكريز ذا كي سي. هنا لا غلط. فين؟ في الاكزو. مين الوحيده اللي هتنفع؟ مين؟ سي طبعا. قال لي هيبقى في لونج للتمبريتشر، التمبريتشر هتقل، فايه اللي هيحصل؟ قال لي هيحصل ريديوسد للكي سي. هيحصل ريديوسد لمين؟ للكي سي اهي. تمام. هيحصل ريديوسد لمين؟ للكي سي اهي. احنا عندنا الكي سي كده برودكت على رياكتنت. ماشي. لو البرودكت قليله الكي سي قليل. طب لو الرياكتنت، هنا الرياكتنت عاليه، الكي سي هنا الرياكتنت عاليه، فالكي سي قليله والبرودكت قليل. طب هنا العكس اهو، هنا البرودكت عاليه فالكي سي عاليه، فمين؟ فالرياكتنت ايه؟ قليله. فهمتوا ليه اخترنا اندوثيرميك؟ تبقى الاختيار سي. ماشي ماشي. بعد كده بقى عشان ايه همسح ده الكلام ده عشان اجاوب رقم 14. الشيت باظ يا جماعة، والله الشيت باظ. بصوا اتدلق عليه في يعني تويست. انا مش عارفة ليه بشارككم مشاكلي دي، بس لازم تعرفوها يعني، لازم تعرفوها عشان تعرفوا ان انا بعاني والله العظيم. هنا خلف الكواليس بيبقى مصايب وكوارث حقيقي يعني. بصوا بقى، all the following solution degree dissociation. احنا عايزين حاجات degree dissociation. هي القانون بتاع الديسوسيشن كان عامل ازاي؟ كان كده سواء اسيد او بيز اهو. احنا عايزين حاجات تكون strong بالبلدي يعني. all the following have degree dissociation. ال HCl كانت strong acid. strong، لو انت مش فاهم السؤال اقرا الاجابات تاني. لو انت مش فاهم السؤال اقرا ايه الاجابات. strong acid. طيب الصوديوم هيدروكسيد، الصوديوم هيدروكسيد strong بيز. طيب النيتريك strong، ثانية، النيتريك strong acid برضو، strong ايه acid. البوريك acid على ما اظن اول مرة تسمعوه، فده weak acid. فهنا هو بيقول لك اكسبت، وانا عماله قلت لك 3 سترونج، وفي واحد البوريك اسيد ده على ما اظن انتوا يعني محدش معداش عليكم، فده هيبقى ويك. فانت اللي انت عارفهم كلهم سترونج، مين اللي هنستبعده؟ البوريك ايه؟ بوريك اسيد. طيب حلو قوي. بعد كده عندي الاسيتيك اسيد in it is the solution according the following ايه equation. عندي هنا مين؟ قال لي انا عندي الاسيتيك اسيد. حلو قوي. انا عندي مين؟ عندي الاسيتيك اسيد هيتفك لجزئين، بس ناخد بالنا ان هو مش هيحصل له complete ionized، يعني مش هيتفك كله، ده جزء منه اللي هيتفك. تاني ده جزء منه ايه اللي هيتفك. حلو جميل قوي. طيب بيقول which of the following occur
drop of the sodium hydroxide added of this the solution. هيحصل ايه لو انا ضفت ايه السوليوشن؟ لو انا ضفت صوديوم هيدروكسيد، بصوا بقى بيقول لي added a dissociation increase. هيحصل adding للdissociation increase للبي اتش، ما عشان ده مين؟ ده اسيد. ماشي كمل. قال لي بس الفاليو بتاعها هي ايه؟ هي ديكريز. طب ازاي؟ ما انا بقول لك البي اتش عالي، هي اتفكت، فالفاليو اكيد هي ايه؟ هيعلى. بالراحه، احنا دلوقتي هنفكها. فالاسيد اوف ديسيسيشن هيزيد، والبي اتش هتحصل فيها ايه؟ طبيعي جدا انها تزيد، يعني ده بديهي جدا. طيب خلاص بقى الريت اسيد انكريز والتانية انكريز، لا هنا الريت مش زياده، الريت هنا ويك جدا. ماشي. في حد بقى يقول لي يا ميس ايه الفرق بين سي ودي؟ ان هنا بيقول لك انكريز وهنا ديكريز، وهنا انكريز وهنا انكريز، عشان بس ما حدش يفتكر ان الايه الاجابه واحده. ماشي طبعا لا. ماشي الاجابتين دول غلط. طيب بيقول لي ازاي following shows a table. احنا دلوقتي قدامنا تيبل. ماشي. احنا التيبل اللي قدامنا ده معايا هنا equation حلوه جدا. طيب احنا عايزين مين؟ عايزين الكي سي. الكي سي كنا بنشتغل على براكت عامله كده، برودكت على رياكت. اتاكد ان احنا هناخد كله جاز جاز جاز. اوكي اكتب لي بقى كده يا عم الايكويشن. ماشي اهو، انا هكتب الايكويشن بس بجهز نفسي للسؤال. ان او باور 2 تايمز سي ال، بس سي ال من غير باور. ماشي. وهنا هكتب ان او سي ال باور كام؟ باور 2. حلو. وهنا بيقول لي given the temperature following the equilibrium reaction. بيقول لي the substance a number of the mole of equilibrium. ماشي. عندي هنا السي ال والان او والان او سي ال. تمام حلو قوي. بيقول لي the value of the key C the reaction. ده اداني الكي سي. عايز يعرف بقى ايه اللتر. في الحته دي هنعمل ايه؟ هنعمل شيفت سولف. السؤال سهل قوي. هساوي ب 0.25. حلو تمام. وهكتب الارقام اللي عندي تايمز. تمام. وهنا كده هنعمل ديفايدد لكله. حلو. طيب هنا هتبقى ديفايدد ايه؟ في، وهنا هتبقى ديفايدد في، وهنا هتبقى ديفايدد في، كلهم في في في. ماشي. وعوض بقى بالارقام. هنا باور 2 وهنا باور 2. طيب ثانيه بقى اعوض بالارقام. ان او 2 هنا 3. ثانيه عشان هنا 3 مش باين. 3 تمام. والسي ال 3 هنا 1.5 بس. هتكتبها زي ما انا كاتباها كده بالظبط بالظبط. شيفت سولف. الاجابه هتطلع معاك 3. ماشي يا باشا؟ ماشي تمام. ريحوا 5 كده، ريحوا او اعملوا لكم حاجه اشربوها وارجعوا تاني كملوا معايا. يلا بينا نكمل الاسئله. خدنا بريك. انا حاسه ان انتوا فتحتوا بقيه الفيديو ده تاني يوم، مش عارفه ليه. انا عارفه. يلا بينا. بقيتوا عارفين اقول ايه؟ اي على المدينه. يلا بينا. بيقول لي when a galvanic cell is formed from electrode Y and X and increase the concentrated Y ايه؟ Y حصل فيها ايه؟ Y positive 2. يعني Y بقت positive 2. اوكي. معنى كده ان Y كانت كده، هو اللي قال على فكره. بيقول لك زادت. تمام. معنى كده ان Y هي الانود. طيب الاكس
اكيد الاكس الكاثود. طب ما دام الاكس الكاثود اثبتي لي ان اكس الكاثود. حاضر يا ايها الطالب، هتبقى كده يا ولد. ماشي ماشي. بيقول لي ان الاكس اوكسيديشن. طب معلش بس عشان في ناس مش بتفهم، مش قصدي حاجه. الانود ده اوكسيديشن والكاثود ده ريدكشن. ماشي. فلما يجي يقول لي الاكسيديشن بوتنشال واي اكس، سوري غلط. طيب لما يجي يقول لي الواي reducing agent، حلو جميل، يعني حصل ليها اوكسيديشن بس ما حصلش للاكس للواي بوزيتيف 2. الاكسيديشن لما حصل للواي في حاله الاتوم. دي حته بتلخبط ناس كتير. تاني، الاكسيديشن لما بيحصل للحاجه في الرياكتنت مش في البرودكت. تاني، يبقى هنا دي غلط. طب غلط ليه؟ عارف لو كان كاتبها لي واي بالزيرو كانت هتبقى صح. بعد كده بيقول لي الالكترون فلو ذا واير من اكس تو واي. مش عارفه ليه طالبه معايا اكس دي اقراها واي. تاني، من اكس تو واي. طب غلط ليه؟ عشان ده الانود، بمشي من واي تو اكس. غلط. الإجابة غير متوقعة تماما. الإجابة محدش يتوقعها. الإجابة بتقول إن إكس بوزيتيف 2 هيحصل لها اوكسيدايزنج ايجنت. يعني هنا كانت في حالة الأكوس صح، اوكسيدايزنج ايجنت يعني ريدكشن. هي دي الإجابة الصحيحة. طيب السؤال اللي جاي ده بقى، بص يا حبايبي، هنحله بإيه؟ بالطريقة بتاعتي. أول حاجة بيقول لي نون سبونتينوس. يعني إيه؟ يعني همشي بالسهم كده. حلو قوي. نون سبونتينوس دي يعني همشي بعكس إيه؟ بعكس السهم. حلو قوي. أنا عندي مين اللي المفروض يكون فوق؟ الزنك. طب مين اللي المفروض يكون تحت؟ الكادميوم. دي كده إيه؟ نون سبونتينوس. إلكترولايتيك. طيب اللي تحت سبونتينوس يعني ايه؟ يعني جالفانيك. على فكرة والله انت لو ما حليتهاش بطريقة الاسهم اللي انا بعملها دي انت مش هتعرف تحل. طيب تمام، هنزل كده. ماشي. هيبقى عندي مين هيبقى عندك؟ اول حاجة بيقول لي ان ده هنا زيرو بقى بالبوزيتيف، يبقى عندك مين؟ الكادميوم. صح، الكادميوم هو مين؟ هو الانود. حلو، الانود هنا هو اللي بيبقى فوق، الكادميوم اللي هيبقى فوق والكوبر اللي تحت، علشان هنا ده جزء الانود انما ده هنا جزء ايه؟ الكاثود. الجلفانيك انا بمشي بالسهم كده، بداية السهم دايما انود، بداية السهم دايما انود، وانا بقول بداية السهم شخبط. يلا بنسى لون. طب فكروني حد، متفكرنيش بحاجة. ماشي هنا. طب تعالي كده رتبي، هتبقى زنك كادميوم كوبر. شفت انا جبتها ازاي؟ اهو زنك كادميوم كوبر، اهو زنك كادميوم كوبر. لو انا مش عامله الاسهم دي مش هعرف احل. تاني، الاسهم بتاعه الالكتروليتيك طالعه كده من تحت. ماشي، دايما بدايه السهم بتبقى اوكسيديشن انود. طب لو انا جالفانيك هعكس، بدايه السهم اوكسيديشن انود. ماشي، فالاجابه زنك كادميوم كوبر. زنك كوبر كادميوم. غلط. غلط. زنك كادميوم كوبر. ايه ده؟ اجابه صحيحه. بصوا يا شباب، احنا عندنا بيقول لي from the following. احنا عندنا x y و z. حتى هنا HCl وهنا HCl وهنا HCl. تمام. عندي الاكس ما اتفاعلتش خالص مع الHCl، معنى كده ان الاتش مين اقل منها؟ الاكس. طيب الاتش
اتفاعلت مع الواي بس عملت ايه؟ قال لي aqueous solution. ماشي، لكنها اقوى من مين؟ اقوى من الزد. فهو عايز يعرفني انها ايه؟ اهي الواي. ليه؟ قال لي aqueous solution زد ميتال. aqueous solution بتعمل aqueous solution مع مين؟ مع الزد. معنى كده ان الواي هتبقى اقوى من مين؟ من الزد. ماشي؟ طيب تمام. طب الزد هتتفاعل وتدوب مع ال HCl، لكن مين اللي اقوى منها؟ تاني مين اللي اقوى منها؟ الواي. فهو طلبه ايه بقى؟ which of the following express the pole that galvanic، تمام، that galvanic greatest electromotive ايه force. عايزين اعلى واحد مع اقل واحد. ده اعلى اوكسيديشن، وهنا عندي مين؟ الريدكشن. يبقى عندك مين؟ عادي ممكن يجيبها لي اكس وواي او واي واكس، هي واحد، عشان ما حدش يجي يقول لي ميس ده كاتب لي اكس وواي معنى كده ان الواي هي الاكسيديشن. لا، هنا عادي. ماشي. طيب بيقول لي هنا the following table. التيبل اللي قدامي ده فيه 4 جالفانيك سيل. احنا مين الماستر بتاعنا؟ الايرن. الايرن اللي هيعرفك الحاجه دي، سواء هي انود او هو اللي كاثود او مين، يعني الايرن هو اللي هيعرفنا. طيب ماشي. مبدئيا لما يبقى الايرن خارج لبره كده يبقى هو ايه؟ كاثود. هنا كده كاثود. طب تعالوا بس نكمل. بيقول لي galvanic cell mode hypothetically metal with a iron electrode. طيب اول واحده الايرن كاثود. طب هنا الايرن انود. ماشي. طب هنا قال لي كاثود. طب هنا انود. حلو. احنا مطلوب مننا ايه؟ نحط الايرن في النص. ده كده كبيره قوي. نحط الايرن فين؟ اهو في النص. معنى كلمه انود يعني المفروض يبقوا تحتيه. يعني انت عندي البي تحت والدي تحت. طب المفروض نرتبهم بقى. هنا ده 1.05. طيب مين بقى؟ قال لي 1.7. طيب المفروض يبقى عندك ايه؟ المفروض هنمشيها بالترتيب. طيب تمام. هنا عندي مين؟ قال لي هيبقى عندي البي ثم الدي. تمام، جميل قوي. طيب اول حاجه بقى عندي ده الكاثود وده مين؟ وده الكاثود. حلو. 0.5 1.4. الايه هتبقى اول واحده، بعد كده مين؟ السي. فبيقول لي بقى ايه سؤال which of the following preferred. مين هنا اللي هيحصل له ايه؟ rusting. اكتر واحد هيكون معرض ان هو هيتاكل طبعا الايه، عشان ده اقوى اوكسيديشن محطوط مع الايرون. ده طبعا اجابتي هتبقى مين؟ الايه، لان دايما اللي بيتاكل الاعلى. وانا خلي بالكم انا ماشيه جالفانيك، ماشيه من مين؟ من الاكسيديشن للريدكشن، من النيجاتيف للبوزيتيف، من الانود للكاثود. ماشي ماشي. بيقول لي which of the following occurs in the electrolytic cell in the corresponding figures. بصوا بقى، محتاجين بس نركز هنا ان ده البوزيتيف وان ده النيجاتيف، وان ده هنا بوزيتيف وان ده هنا نيجاتيف، وان ده هيمشي كده. هيبقى عندي هنا بي ار، وهيبقى عندي هنا ايه؟ سيلفر، وهيبقى ده جزء الانود. ماشي. وده هيبقى جزء الاكسيديشن، وده هيبقى جزء الريدكشن. شايفين بقيت اكتب فوق ازاي عشان تعرفوا؟ انا خلاص طولت جدا، بقيت نخله. هنا ده الكاثود. ماشي. تعالوا بقى. بيقول لي الريدكشن للبي. طب ازاي؟ اول حاجه غلط.
اوكسيديشن للبروميد ايون للالكترود بي هتبقى اجابه مش عاجباني بصراحه، كنت نفسي تكمل صح. تبقى اجابه صحيح. تمام. طيب حلو جدا. بعد كده بقى اللي بعدها شبهها، اللي بعدها ايه شبه تاني. انا هنا كان عندي مين؟ كان عندي البي ار والسيلفر. حلو. البي ار هو كان مين؟ الاكسيديشن اللي هو الانود. طيب هنا دي بقى الكتروليتيك، اللي تحت دي بقى الكتروليتيك. طب المفروض ارسمها ازاي؟ كده كده، فهمتوا ازاي؟ طيب مين اللي المفروض يبقى تحت السي ال؟ طيب ها، الكبر بالترتيب الاليمنت، بس انت بتطلع بالسهم. بداية السهم دايما يبقى ده الانود، اوكسيديشن بوزيتيف. ده هنا ايه؟ ده هنا ايه ده بقى؟ الكاثود ريدكشن. ماشي حلو قوي. ماشي. وخلي بالنا ان ده سي ال وده ايه؟ الكبر. بيقول لي الالكترود واي، الالكترود واي ده ماشي is coated with lower x. لا طبعا احنا بناخد من هنا نودي هنا مش العكس. طب the connection the copper ion remain constant. لا طبعا the connection of the cell remain constant مستحيلة. لكن قال لي ان الCl gas evolved اللي هي مين؟ الاكس. صح هي دي. انا عملت ايه؟ انا بس ترجمت. انا من بدايته ترجمت. انا عارفه ان انا عندي كوبر كلورايد، عملت سهم، رسمت السي ال تحت والكوبر. بعد كده حددت مين الانود ومين الايه ومين الكاثود، حددت مين الاكسيديشن ومين الريدكشن، حددت مين النيجاتيف ومين البوزيتيف. بعد كده لقيت هنا الايه البوزيتيف، الجزء البوزيتيف. انا عارفه ان هنا ان الجزء البوزيتيف هيبقى مين؟ السي ال، والناحيه الثانيه الكوبر، فبالتالي هتبقى دي مين؟ الاكس هتبقى السي ال. طيب تعالوا بقى خدوها سكرين قبل ما امسح عشان هحل السؤال الجاي. يا انا ولا سحر ولا شعوذه. بصوا 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 بصوا. جميل جدا. بصوا بقى السؤال زي ده طبعا انتوا مش هتعرفوا تحلوه، هتتلخبطوا فيه. لازم ناخد بالنا ان ده هنا فيه في C2. طيب هنا ده بيتكتب ازاي؟ CH3 لازم نفكه، وهنا CH2 حلو، وهنا كام؟ CH2 حلو، ماسك في كام؟ في CH. انا كده فكيت مين؟ انا فكيت الايه؟ البروبايل. انا كده فكيت مين؟ فكيت البروبايل. وناخد بالنا ان هي C2. ثانيه بس كده همسح حاجه. مسحت الاتش، هنزلها من هنا كده. انا عندي هنا C وفي جنبها ايه؟ C وماسك فيها H، ومن الناحيه دي في CH3، من الناحيه دي في C ايه؟ CH3. طيب السي دي ماسكه ب4 بوند والسي دي ماسكه ب4 بوند. طب السي دي ماسكه بكام؟ ب2. طب ودي ماسكه بكام؟ يبقى المفروض احط هنا كام؟ تريبل بوند. يبقى انا امشي مع السؤال واحده واحده وفك واحده واحده. هو كان 3 فكيت ال3، وناخد بالنا ان هنا في 2. ماشي، ادي 1 ادي 2، بعد من عند الناحيه الاقرب للدبل او التريبل. ادي 3 ادي 4 ادي 5 ادي 6. يبقى ايه؟ 1 هيك ساين، 1 هيك ساين. طب انا مشيت كده، انا لما جيت امشي مشيت ايه؟ مشيت كده
انا بقى عندي برانش، البرانش ده فين؟ 3 ايه؟ 3 ميثايل. اجابتنا هتبقى دي. يلا بينا. ماشي، سؤال 24. The following table some isomers. احنا لازم بقى نشتغل على السؤال ده، نجيب الايزومرز بتاع ده. طيب ايه الايزومرز بتوعه؟ اهو. اول حاجة 1 2 3 4. هنا هيبقى ليه كده شكل، ده اول شكل ليه، ده اول ايزومرز ليه. طبعا السؤال ده هو مش صعب، هو من الحاجات اللي هي الرخمة يعني، فالسؤال ده معرض ان هو يكون جاي في الامتحان بإذن الله، فالسؤال ده نتك عليه جدا جدا جدا. ده تاني ايزومرز. تمام، حلو. طيب تالت ايزومر. ماشي. طيب رابع ايزومر. خامس ايزومر. طبعا انتم مستغربين احنا بنجيب الكلام ده منين؟ انه العلم يا ساده، انه العلم. دي CH3. يبقى احنا كده عندنا كام؟ 5 ايزومرز. معلش يا جماعه بس عشان ايه السؤال محتاج يروح ونيجي، هنقرا من هنا علشان ايه مش هقعد اروح واجي. طيب بيقول لك اول حاجه الاكس، انت اول حاجه لازم ترسم كل الاشكال الايزومرز. تاني اكس ايزومرز اوبي ماركركوف رول. ماركركوف رول اللي هي اكس، نكتب كده عندنا اكس ماركركوف هيمشي على كام ايزومر من دول؟ هيمشي على دي وهيمشي على دي، يبقى ماركركوف هيمشي على 2. طيب الايزومرز لما اضيف عليها الالقين بوتاسيوم برمنجانيت، تمام، ولونه هيتغير في كام واحده؟ في 3. في اول واحده وفي تاني واحده وفي تالت واحده، فكده اصبح واي بيشتغل على 3 ايزومرز. طيب الايزومر ذات جيف باي كاتاليتيك هيدريشن، من الصعب جدا ان يحصل فيها اوكسيديشن للشكل ده اللي هو هتبقى زد، هيبقى عندي واحده بس. طيب دبليو ده بيقول لي كلوزد تشين، عندي 2 كلوزد تشين، هيبقى ايه؟ 2. طبعا السؤال ده مش هيجي في بالك ان انت تحله كده، هيبقى احسن لك انك تهبده، ده بالنسبه لك بس هو سهل. فالاجابه هتبقى 2 3 1 2، هتبقى الاجابه بي اهي. ماشي اهو. ماشي تمام. بعد كده نبتدي ندخل في سؤال 25. طيب 25 سؤال ابن لذينه جدا يعني. اول حاجه هختصره، بيقول لك انت معاك السمبلست ايه؟ الكاين. ماشي، بيقول لي which of the following describe process necessary the simplest hydrocarbon from مين؟ from الالكاين. عايزين نجيب مين؟ الالكاين. حلو جدا. بصوا بقى، قال لك اول حاجه هعمل ايه؟ كاتاليتيك هيدريشن. طب انا هعمل كاتاليتيك هيدريشن لمين؟ للالكحول. هعمل كاتاليتيك هيدريشن هيبقى الكحول. طب بعد ما يبقى الكحول اهو هنا كده بقى الكحول، بقى الكحول كاتاليتيك هيدريشن. احنا هدفنا نجيب ده. بعد كده هبقى مين بعد ما بقيت الكحول؟ كومبليت اوكسيديشن اسيتيك اسيد. بعد كده هجيب مين؟ هحط عليه الصوديوم هيدروكسيد، هيبقى صوديوم اسيتيت، تمام. اقوم حاطه عليه تاني صوديوم هيدروكسيد، هيطلع عندي مين؟ الميثان.
بعد ما يطلع عندي الميثان هجيب 2 بقى، 2 ميثان عند درجة حرارة 1500 هيديني مين؟ الألقاين أهو. أهو ثانية أهو الألكحول الإيثانول أوكسيديشن هيديني مين؟ الإيثونيك اللي هو بعد كده هيبقى عندي CH3OH هنحط عليها الصوديوم هيدروكسيد هيطلع عندي CH3COON. بعد كده هاخدها هحط عليها مين؟ CH3COON هحط عليها الصوديوم هيدروكسيد. تمام، هيطلع معايا مين؟ CH3OH هيطلع عندي الميثان. الميثان بقى 2 ميثان عند درجة حرارة 1500 هيديني مين؟ اوكي، هتبقى اجابتي هتبقى دي طبعا. incomplete لا طبعا. catalytic hydration complete مش هعمل ريدكشن غلط. neutralization لا دي غلط خالص. هي الإجابة الوحيدة اللي صح هي إجابة دي. طيب بيقول لي هنا عندي x give the violet هتديني violet y ايه catalytic during preparation. حلو قوي. مبدئيا الحتة دي احنا هنشوف الإجابات ومن خلال بيبقى في حاجة غلط في الإجابات هي اللي هنشطبها. بيقول لي الساليسيتيك أسيد. الساليسيتيك أسيد أنا مفيش مرة اتكلمت عنها هيتغير لونها فهنشطب الحاجة اللي فيها الساليسيتيك أسيد. مرخ أويل يعني الساليسيتيك أسيد هشطبها. مرخ أويل تاني الساليسيتيك أسيد. فأنا كده اتبقى لي مين؟ الكربوليك أسيد. فعلا أنا بستخدم الكربوليك أسيد ومين؟ والهالو بنزين. الاثنين الهالو بنزين اللي هو كلورو بنزين برومو بنزين اقدر استخدم. والكربوليك الكربوليك ده اللي هو مين؟ مش الكربوكسيليك كربوليك اسيد اللي هو الفينول بحطه على مين؟ على الفايلوت وفعلا بيتغير صح. طيب هنا بقى بيقول انا عندي الشكل ده اروماتيك بنزين كده اهو في C2Cl هنحط عليها اروماتيك بنزين. يا ترى ايه الشكل اللي هيطلع؟ الشكل اللي هيطلع ان دي هتدخل تطرد مين؟ ده. حلو. فهيطلع عندك هنا CH وCH ويبقى عندك من هنا ايه؟ اروماتيك بنزين كده واروماتيك بنزين كده اهو زائد مين بقى؟ شايفين هنا في اتش خرجت عشان ده يمسك مع مين؟ مع الCl هيخرج هنا HCl. فلازم هنا C6H5 C6H5 وCHCl غلط. هنا C6H4 غلط. C6H5 CH2 هي دي. طب ليه ده غلط؟ عشان هنا خارج Cl2. ماشي. طب يلا بيقول لك الكربوليك اسيد مين ده؟ الفينول يا حبيبي لسه قايلين عنه. لو انت بقى مركز في الفيديو ده لو انت مركز في الفيديو يا ولد ده الكربوليك اسيد هنحط عليه اسيد اللي هو الهيدروجين نيتريت. هو ميس حضرتك عارفه منين الحاجات دي يا بابا؟ محفوظه ايكويشن محفوظه. هيديني دي اسيد برضه البريك اسيد. هيديني مين؟ البريك اسيد. حلو. NO2 وNO2 وNO2 ده اسمه ايه؟ 2 و4 و6 تترا نيترو فينول. مين؟ البريك اسيد. البريك اسيد ده كنت بستخدمه استخدامين تريتمنت واكسبلوسيف متفجرات. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي upon acidic hydrolysis of propyl formate يعني C3H7 كده
هنا بقى هيبقى معايا كده خط كده، هعمل COOH. ماشي، دي اول واحده. compound X produced which with the sodium hydroxide، لما اضيف عليها الصوديوم هيدروكسيد. طيب بيقول لك ايه؟ بيقول لك كل اللي جاي صح except مين؟ except السؤال except واحده، في واحده نقول عليها ايه؟ exception. طيب جميل جدا. هنا بقى اول حاجه بيقول لي all the following properties of the compound has no isomers. هي عندها isomers؟ has no isomers. طيب ماشي، ما هو بيتكلم صح، ما عندوش ولا isomers، الراجل فعلا كلامه صحيح. تمام ماشي. بعد كده بيقول لي it is the molecular formula. ماله بقى؟ قال لي CH2O2. صح اهي، دي اللي هي مين؟ قال لي ممكن يبقى شكل الفورمولا بتاعها يعني نقلل العدد ده. صح، إجابة صحيح. قال لي to selected by some insect. برضو إجابة صحيحة. يبقى أنا عندي دلوقتي 3، عندي 3 إيه؟ صح. إيه هما؟ A B و D، لكن مش هنحط عليها إيه؟ هالوجينيتد أسيد، ما ينفعش. هي دي الوحيدة اللي إيه؟ اللي غلط وباينة جدا، ولو انتوا كنتوا مذاكرين كنتوا جبتوها من أول إيه؟ مرة. بيقول لي الكحول that can't be prepared catalytic hydration all the following apply on this alcohol except ايه بقى؟ بيقول لك كل اللي جاي صح except ايه؟ except إجابة واحدة. طيب عندي هنا بيقول لي it can be prepared by general method for the preparing alcohol. أنا أقدر بالجنرال ميثود أعرف إن هو preparing alcohol. قال لي it is has the structure isomer. الستراكشر ممكن يبقى ليه ايزومر. ليه؟ دي كده هيبقى لها ايزومر؟ لا دي ملهاش ايزومر. it is has harmful effect. ممكن يبقى ليها harmful effect. طبعا ممكن يبقى ليها harmful effect فعلا. ممكن اعمل استر، اجيب استر من الكحول يبقى لها دي صح ودي صح الجنرال ميثود، ودي صح اكسبت دي مين؟ دي غلط، دي اللي غلط. طيب ماشي. بيقول لي A و B are organic compound. حلو، هو قال لي على طول ان ايه هيبقى مين؟ الكحول. يعني ايه ده؟ ايثانول. حلو. and that compound B ما تكلمش، بس انت عندك O3 و C ايه؟ C7 و H6. ده الساليسيتيك اسيد يا حبيب قلبي. ده مين؟ ده كده الساليسيتيك اسيد اهو هو كده. ده كده 1 2 3 4 5 6 7 و3 O، وعندك كام اتش؟ عندك 6 اتش. قال لي الساليسيتيك اسيد ده بعمل منه الاسبرين والمرخ اويل، بستخدمه فين؟ في الميديسال فيلد. ماشي؟ طيب حلو جدا. بعد كده بيقول لي بقى all the following. ماشي. all the following substance decrilize يعني الكحول بوتاسيوم برمنجانيت solution in an acidic media except مبدئيا هنشيل مين؟ الالكان والاسيتيك. تمام. مبدئيا انا هنا بتكلم عن مين؟ بيقول لي all the following substance decrilize يعني الكحول. حلو. انا هنا قلت ايزو بنطيل الكحول. حلو. الايزو بنطيل الكحول تاني. انا لما هتلاقيني بتكلم بالطريقه دي وبقول لك الكلام ده، انا ما ينفعش اشتغل على الايزو بنطيل الكحول، يعني انا ما ينفعش اشتغل بالكومن ميثود هنا. طب تعالوا نرسم دي ونرسم دي. هنا دي
1 2 3 ماشي. وعندي هنا OH، وعندي هنا ايه Br، وهنا CH3، وهنا ايه CH3 ماشي. دي سي. انما التانية هتبقى كده، هتبقى ترشري. مستحيلة يا جدعان، التانية دي هتبقى ترشري. بس ترشري ايه اللي هتستخدميها؟ اللي هتستخدميها بيقول لي all the following substance، كل اللي جاي ديكرالايز بوتاسيوم برمنجانيت in the acidic media except مين؟ except دي طبعا، except مين؟ except السي. ليه؟ دي ترشري ودي هنا ايه الكلوروهيكسان، طبعا هنشتغل عليها اكيد طبعا. تمام. طب هنا ده ال2 هيدروكسي بروبونيك طبعا. تمام. except مين؟ except السي. طيب بعد كده بقى هندخل السؤال ده احنا حليناه في فين؟ هقول لكم حليناه في النموذج الاسترشادي الاول، لانه بيقول لك تو كونستيتيف element. السؤال ده تقريبا جاي او التاني اللي جاي. تو كونستيتيف element x و y الاثنين متتاليين. تمام. contain the same number of 3D، مفيش غيرهم. الكرونيوم ب 24 والمنجنيز ابو 25، ده 3D5 وده 3D5. هنا بيقول لي الاليمنت واي، بس ناخد بالنا ان ده اكس وان ده واي عشان محدش يتلخبط. تمام. بيقول لي element y has lower density، مستحيل. العكس، the atomic mass بتاع الاكس اكبر، مستحيل برضو. غلط. بيقول لي the radius element x، غلط غلط غلط، عشان احنا امبارح قلنا ان هي equal. the effective nuclear charge، الeffective nuclear charge بتاع الواي اعلى. طبعا ده المنجنيز اعلى. هي الاجابه هتبقى ايه؟ هتبقى دي. طيب ماشي. بعد كده هنا بقى بيقول لي the representative element، بستخدمه في الويز كتير، معروف الالومنيوم. حلو. بعد كده بيقول لي انتر ميتاليك الوي، بعمل منه انتر ميتاليك الوي. انتر ميتاليك الوي. الاليمنت اللي دخل معانا كتير مين؟ النيكل. بس لو انت مش عارفها مش مشكله، هنعرف حاجات تانية. بيقول لي بعمل منه المج اير كرافت with ايه؟ with element زد. ده مين؟ الاسكادميوم ومين؟ والالومنيوم. طب بعمل منه السبيس شاتل، التيتانيوم ومين؟ والالومنيوم. حلو قوي. من خلال معرفتي لو انا في واحد مش عارفه اقدر اعرف الباقي. بيقول لي الومنيوم، كربون، ليد، الومنيوم، يبقى بي هتتشطب وسي. تمام. تاني واحده نيكل ونيكل والومنيوم. طيب زد بقى اللي كنت بعمل منه الاجنحه بتاعت الطيارات الحربيه، الاسكادميوم ولا الايرن؟ اكيد الاسكادميوم. وهنا عندي السبيس شاتل، التيتانيوم. هي دي الاجابه. طيب المسائل دي بقى يا جماعه ادوني بس فرصه احلهم كلهم ورا علشان مفيش مكان هنا. خلاص يا جماعه احنا قربنا ايه؟ قربنا نخلص اهو. بصوا بقى، اول سؤال بيقول لي 14 14.3 جرام من الصوديوم كربونيت. دي مسألة الووتر. طب تعالى نشتغل عليه اهو. بيقول لي ايه؟ الصوديوم، بيقول لي الصوديوم كربونيت 10 ووتر. تمام. هيعمل له هيتنج. حلو. هيطلع معايا مين؟ الصوديوم كربونيت زائد ايه؟ زائد 10 ووتر. حلو. هيطلع معايا هنا كام؟ قال لي هنا المفروض ان احنا نجيب اول حاجه المولر ماس، عشان احنا كان عندنا صف الحاجات النون تحت مين؟ الانون. المولر ماس بتاع ده 286 286. طيب الصوديوم كربونيت 180. هنا بقى الجرام بتاع ده 40.3. لما اجيب الاكس وعايزه اجيب الاكس. طيب
هجيب هنا الاكس بتاع مين؟ بتاع الصوديوم كربونيت اهو. عندي هنا 106 تايمز 14.3 على كام؟ 286 ايكوال هيديك 5.3. طيب الاكس بتاع الوتين ووتر هيديني كام؟ هيديني 100 أو 80 في 14 على كام؟ 286 هيديني كام؟ 9. كل ده جرام. حلو أوي. احنا محتاجين نجيب مين؟ احنا محتاجين نجيب الايه؟ الكونسنتريشن. تمام؟ اهو محتاجين نجيب مين؟ الكونسنتريشن. الكونسنتريشن عشان نجيبه لازم يكون عندي نمبر اوف مولز على مين؟ على الفوليوم. طب هو انا معايا نمبر اوف مولز؟ لا، النمبر اوف مولز بيقول لك الماس على مين؟ على المولر ماس. حلو. الماس احنا لسه جايبينه بتاع مين؟ بتاع ده على المولر ماس بتاعها بكام؟ 106. حلو. على كام بقى؟ هو مديك الفوليوم، مديك الفوليوم بكام؟ ب 500. مديك الفوليوم بكام؟ ب 500. خلي بالك احنا كل ده عشان نعرف الكونسنتريشن بتاع مين؟ ال HCl. هنا دي هتبقى على كام؟ 500 تايمز 10 باور نيجاتيف كام؟ تايمز 10 باور نيجاتيف 3. 10 باور نيجاتيف 3 ايكوال كام بقى؟ هيديني 0.1. ماشي. حلو زي الفل. هعمل ريشيو بقى. هعمل ايه؟ ريشيو. واكتب السؤال ان انا عندي 2 HCl هحطهم على مين؟ على الصوديوم كربونيت، بس لازم بالترتيب سوري. عندي هنا الصوديوم كربونيت هحطهم على 2 HCl، هيطلع عندي اللي جوه مع بعض واللي بره مع بعض. تمام. المهم ان احنا عملنا بالانسد هنا. ناخد بالنا ان ده جزء مين؟ ده جزء البيز، وناخد بالنا ان ده جزء ايه؟ الاسيد. تمام. هنا المفروض اقول MaVa على Na. هنا Mb في Vb على Nb. ماشي ماشي. احنا المفروض عايزين نعرف الاسيد بكام، يعني الام ايه كام، بس هو قال لي ان الفوليوم بكام؟ 25. هنضربها في 10 باور نيجاتيف 3 على 2. طيب هنا المفروض هو قال لي ان هي احنا لسه جايبينها بكام؟ ب 0.1 تايمز كام؟ تايمز 25 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 على كام؟ على 1. لما هتيجي تعمل كروس مالتيبليكيشن الناحية الكاملة بتبقى فوق اهو 0.1 تايمز 25 تايمز 10 بار نيجاتيف 3 تايمز 2 على كام بقى؟ تايمز 1 في 25 تايمز 10 بار نيجاتيف كام؟ 3. هيديك كام؟ هيديك 0. كام؟ 0.2. اوكي تمام. ده اول سؤال. حلو. بعد كده بقى بيقول لي السؤال اللي بعده، انا معايا 200 مللي لتر اوف 0.0 مول من الصوديوم هيدروكسيد solution which of the following express the mass of the sodium hydroxide that must be added. يعني انا المفروض احسب الدرجة الاولانية والدرجة التانية must be added to make concentrated of the solution. بص بقى، انت عندك الصوديوم هيدروكسيد الاولاني انت عندك فيه كام؟ 0.2 تايمز هنضرب ال Ma في ال Va في المولر ماس اهو. تمام. 0.2 ده اللي هو مين؟ اللي هو الفوليوم في كام؟ 0.1 تايمز مين؟ المولر مين؟ المولر ماس هيديك 0.08. بعد كده بعد ما انا هضيف عليه ال 0.2 هتنزل زي ما هي، بس هنضرب في كام بقى؟ هنضرب 0.7 لانه غير عدد المول تاني. انا كنت هنا ماشيه كده كانت الاجابه هتبقى دي عاديه، لكن هو قال لي ادد انا هضيف عليه، فلازم اجي اغير ده
اغير مين الام بي تايمز كام 40 هيديني 6 بوينت ايه 5.6 فهماينس الاتنين من بعض 5.6 ماينس 0.08 هيديني 5.52 جرام. طيب اختيار سي يعني. بعد كده بيقول لي 1 مول each of the hydrogen gas and iodide was mixed at certain temperature 2 لتر. حلو قوي. انا عندي مين بقى؟ بيقول لي الهيدروجين مع الايودايد اهو. الهيدروجين مع الايودايد هيديك مين؟ 2 هيدروجين ايودايد. حلو. ده بكام؟ ب 0.3. المفروض مين اللي زيه؟ 0.3. هي دي كانت بكام؟ مكتوب هنا جنبها 1 مول وده 1 مول. حلو اهو. فانا المفروض اماينس ده من ده. تمام. هيبقى معايا كام؟ 0.7. تمام. 0.7 هضربها في كام؟ في 2. حلو قوي. بعد كده قال لي ان انا عندي كام؟ عندي 2 لتر فديفايدد بقى. divided هيطلع اول واحد 0.15 0.7. تمام. حلو. فانت هتعمل ايه بقى؟ هتاخد مين عشان انت عايز الكي سي اهو. برودكت على رياكتنت. ماشي. تايمز ايكوال 0.7 باور 2 وهنا عندك كام؟ 0.15 تايمز 0.15 اقفل. هيطلع معاك كام؟ هيطلع معاك 21.78. طيب تعالوا نختار اللي تشوز دول بقى اهو. اول واحد طلع معانا الاختيار ده وتاني واحد طلع معانا الاختيار ده وتالت واحد طلع معانا الاختيار ده. ماشي. بعد كده احنا قدامنا هنا من خلال ده نجيب حاجتين. نجيب الهيدرونيوم هيدروكسيد لاني معايا السي بي ومعايا الكي بي. تمام. حلو قوي اهو. الكي بي تايمز السي بي هيديني كام؟ هنا عندك 1.8 تايمز 10 بار نيجاتيف 5 تايمز 0.1. المهم هيطلع عندك برقم هشوفه بعدين. بعد كده هو طالب مني برضو ايه؟ الديجري. هنعمل الكي بي على مين؟ على السي بي اهو. بس لازم روت اهو. 1.8 تايمز 10 بار نيجاتيف 5 على 0.1. دي هتطلع معاك ب 0.01 كام؟ 34. انا بجيب الاو اتش عشان اجيب من ايه؟ نيجاتيف لوج اعرف اجيب البي اتش والاو اتش. تمام. استنى اقول لكم ايه الرقم اللي طلع عشان مش معايا آلة دلوقتي. الرقم اللي طلع هنا هيبقى 1.4 طيب 1.3 سوري 1.3 بتفرق 1.34 تايمز 10 بار نيجاتيف 5. هعمل ايه؟ نيجاتيف لوج اهو البي او اتش نيجاتيف لوج اهو. نيجاتيف لوج فين؟ 134 تايمز 10 هيديك 2.87. ماشي اهو. ماشي. بعد كده عايزه اجيب البي اتش ايكوال 14 ماينس 2.87 هيديك 11.13. هتبقى الاجابه دي. ماشي. حلو قوي. هنا بقى بيقول لك the following diagram. انت دلوقتي عندك diagram. طبعا احنا الحته دي احنا حليناها لحد ما شبعنا. وش بقى لحد ما شبعنا. ماشي.
the following diagram step the organic ايه. احنا عايزين نعرف مين اورجانيك ايه. فاكر يا حبيبي لما كنا بنحط على الصوديوم هيدروكسيد ويطلع معاك كالسيوم اوكسيد CH3COONA. طيب كنا بنحط عليه ده بيطلع لي بيه مين بيه؟ ايه ها CH3. هنا بقى هيديني CH3 وCl، هحط عليه بوتاسيوم هيدروكسيد، الCl هتروح مع البوتاسيوم فيبقى ايه؟ ايوه ميثانول. هنعمله كومبليت اوكسيديشن هنرجعه لاصله. يبقى انا كان عندي استر، من الاستر جبت ميثان، من الميثان جبت كلورو، جبت الايثايل كلورايد، ومن الايثايل كلورايد جبت الكحول، ومن الالكحول جبت اسيتيك اسيد. والله لفه. ايه اللفه الكبيره دي؟ بيقول لي ايه مين ايه؟ الصوديوم بنتانويت. انا عامه اشتغلت عليها ان هي ميثان، يعني انا قبل ما اقرا اصلا. ماشي حلو. بيقول لي الصوديوم احنا عندنا ماشي كلهم تمام حلو. بعد كده هنا ايه ده؟ ايه ده؟ لا ايه مستحيل تبقى قال، فاحنا كده هنشطب ده عشان هي هتبقى اويك، وهنشطب ده، فهي يا هتبقى دي يا اما هتبقى دي. حلو ماشي، دي صح ودي صح. طيب هي هتبقى في 1 ولا هتبقى في 2؟ وش يا حبايبي وش الاو اتش كانت هتبقى في اول كربونايه، فوش هتبقى في دي. طب يا مس هي نفس اللي انا عملتها بس احنا مغيرين الارقام. بس هنا هتبقى ايه؟ سي 4. بص كده، بص هوريك حالا. انا معايا كده اهو سي 4 اتش ايه، وهنا سي اهو بس، وكله بقى يخرج كده نفس الكلام اهو. سي اتش 10 نفس الكلام بقى سي ال تمام. بعد كده سي 4 اتش او اتش تمام. حلو يا جماعه، فهمتوا حبايب قلبي؟ يانا والله يا جماعه انا تعبت جدا. انا هنا ما كتبتش الرقم معلش، هنا في كده 9. كده صح بس كده. طيب هنا بقى بيقول لي ايه؟ بيقول لي الالكتريك كرنت انا معايا 10 امبير. حلو يا معلم، معاك 10 امبير with باز توجست الصوديوم كلورايد عند 10 هاور. ايه ده حبيب قلبي ده؟ انت بتهزر؟ طيب ايه القانون؟ 1 اف تحتها يمين اكس اف، اكتب عدد الامبير 965000. هنجيب مين؟ اول حاجه لازم نجيب الكوانتيتي. هو الكوانتيتي مين؟ اي. الكوانتيتي اي في مين؟ في التايم. حلو قوي، احنا معانا الاي ب 10 في التايم. التايم بكام؟ ب 10. 10 هاور هتضربيها في 60 في 60 هيطلع رقم منال ب 60 نيله. تمام. وهو مديني الصوديوم وانا عارفه ان انا المفروض هنا اكتب مين؟ الايكويفالنت ماس. وهنا الايكويفالنت ماس، الايكويفالنت ماس هنا عندي بكام؟ اتوميك ماس على الفالنسي، يعني 23 على 1، يعني المفروض هنا ده بكام؟ ب 23. الفكره ان انا بقى ما اعرفش الرقم ده. استنى اقول لكم الرقم ده طلع عندي بكام. يا نهار ابيض ايه ده؟ الرقم ده طلع خزعبلي فعلا. بصوا الرقم ده طلع بكام؟ 360,000. حلو. فاحنا دلوقتي عايزين نعرف مين الماس برسيبيتيت. هنعمل ايه؟ هنعمل الايكويفالنت ماس تايمز ده على ده اهو. الماس برسيبيتيت اهو 23 تايمز 360,000 على كام؟ على 9 6 5 5 هيديني كام؟ هيديني 85.8 جرام. حلو قوي. طيب
ماشي، جميل جدا. هنا بيقول لي انا معايا ار اكس، ماشي، حطيت عليها والله تعبت والله. ال 41 دي مش بتاع مش عايز يخلص. اكيد والله ربنا يكون في عونكم والله العظيم، عشان المذاكره كتير والمعلومات كتير. انا حاسه بمعاناتكم، انا حاسه بيكم والله. from the following diagram which of the following، انا عندي RX هحط عليه بوتاسيوم هيدروكسيد، يبقى وش ده كده كان عيله مين؟ الالكان. مثلا ده CH3 معاه Cl، تمام، خرج بقى كام؟ CH3OH. حصلت بروسيس سيملست اليفاتيك اسيد، يبقى حصل اوكسيديشن، فبقت ايه؟ بقت الاسيتيك اسيد. حلو، جميل. انا عايزه اعرف مين اكس يا استاذه. الاكس باينه جدا ان هي كومبليت اوكسيديشن، لا مش دي ومش دي ولا دي، باينه جدا. فانت لو مش عايز تكمل واي خلاص ما تكملش واي، ما تكملهاش عادي جدا، ما نكملش اللي بعدها. ليه؟ لان اللي بعدها هي. طيب هتفرق في ايه؟ هتفرق في ان دي هتبقى عيله الالكان، بس دي هتفرق في حاجه واحده، ان دي مين؟ النورمال هكسان. فانا هعمل لها كاتاليتيك كراكنج، كاتاليتيك ريفورمينج، ام سو سوري، كاتاليتيك ايه؟ ريفورمينج. حلو، الواي دي هتبقى كاتاليتيك ريفورمينج عشان تديني مين؟ تديني الاروماتيك ايه؟ الاروماتيك بنزين. فالاروماتيك بنزين هعمل له اوكسيديشن فهيديني البنزونيك برضه اهو، فهي هتبقى بي. حلو جدا. بيقول لي معايا 3 اورجانيك اسيد contain oxidizable alcoholic ايه؟ alcoholic جروب. طيب ماشي، بعد كده بيقول لي contain non oxidizable alcohol جروب. اللي خدناه عندنا اللي نون اكسودوزبل الوحيد مين؟ ها قولوا لي. ايوه برافو عليكم شطار، الساليسيتيك اسيد. الساليسيتيك ايه؟ اسيد. طيب doesn't contain alcohol، الفينول يا حبيبي. ازاي ميز ده فيه او اتش؟ ما هو الاو اتش دي يا حبيب قلبي دي اسيد. طب الكونتين اوكسيدوزبل ده اللاكتيك اسيد، دي يوزس ده لاكتيك ايه؟ اسيد. الحاجات دي موجوده في اليوزس، فدي حاجه حفظ بقى. ده هنا بتقيس ايه حفظك؟ اجابه ايه؟ طيب بيقول انا معايا هنا 6 C6 H6، فده كده مين؟ الاروماتيك. طيب بي ده ايه؟ طب بي خلي بالك في 2 هنا، 2 تايمز هتبقى كده السايكلو هكسان. بيقول لي ايه؟ بروديوس ذا كاتاليتيك ريفورمينج هيبتان، غلط. طيب هاز ذا مولكيولار CnH2n، هي مكتوبه CnH2n، غلط. بيقول لي بروديوس ذا ريدكشن كربوليك اسيد، اقدر اجيب منها فينول؟ اقدر. بروديوس ذا هيدروجينيشن، لو انا عملت الدي هيدروجينيشن اقدر اجيب دي فعلا، لو زودت 3 هيدروجين على دي اقدر اجيب السايكلو هكسان. طب بيقول لي اوبن تشين؟ لا مش اوبن تشين، مستحيل. بيقول لي انا معايا ايه؟ عملت لها ريدكشن، ماشي. بيقول لي هو الاسيد بعمل له ريدكشن بيبقى الكحول، طب الالكحول بعمل لها ريدكشن بتبقى الدهايد، مستحيل. الاسيد بعمل له ريدكشن بيبقى ايه؟ عيله الالكان، مستحيل. الالكحول بعمل لها ريدكشن تبقى اسيتيك اسيد، مستحيل، ده اوكسيديشن. يبقى انا هنا عندي مين؟ عندي انا معلش هشتغل على الاسيتيك اسيد عشان انتوا متعودين عليها وانا برضك ايه متعوده. ولا اقول لكم تعالوا نشتغل على دي C2H5COOH.
ماشي اهو البروبونيك اسيد هيطلع عندي ايه؟ C3H7OH. هعمل لها هيدريشن. هيدريشن يعني هشفط الميه. يعني هعمل ايه؟ يعني احطها عند كونك هيدروجين سلفيت عند درجة حرارة 180. هتبقى مين؟ C3H6. ارجع اعمل لها تاني اوكسيديشن، يعني هضيف عليها ووتر، هترجع تاني تبقى ايه؟ الكحول. فطبعا باين جدا ان هي هتبقى ايه؟ هيبقى اختيار ايه؟ اسيب لكم بقى المقال واجب، اعمل كده بقى وكده يعني ونمشي نروح. انا والله زهقت الامتحان. انا كنت فاكره يا جماعه والله ان انا هشرح الامتحان اخري في ساعه، بس طبعا الامتحان دسم. الامتحان دسم. طيب احنا عندنا هنا حلو قوي، عندنا هنا بول بي وايه ده ماشي كده، يبقى ده بالبوزيتيف وده كده بالايه؟ بالنيجاتيف. طيب حلو قوي. مبدئيا كده احنا عندنا ده هيبقى ايه؟ اول حاجه دي لما نيجي نقرا كده بيقول لي ايه؟ study the following. احنا عندنا ده الليثيوم سيل والليد accumulator contain 2 ions. ماشي. الشكل اللي قدامنا ده طبعا هو انتوا صعب تعرفوه، بس هو جاب لي كلمه وحيده تعرفني احنا فين. قال لي كلمه سبونتينوس، يبقى انا كده عرفت ان انا فين؟ في الجلفانيك. وان ده كده مين؟ ان ده كده الانود. الحمد لله. يعني اوكسيديشن. وان ده مين؟ الكاثود. يعني ريدكشن. تمام جميل قوي 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 قوي. حلو. وطبعا انا باخد من هنا اودي هنا. الخط ده كده هيبقى الناحيه التانيه، يعني اللي بياخد مين؟ الكاثود. ما انت بص اهو، بص في سلكين، والله العظيم في سلكين، سلك رايح وسلك راجع، سلك رايح وسلك راجع. وانا ماشيه بالجلفانيك ده هيبقى الانود، العكس هيبقى الايه؟ الكاثود. تمام. طيب بيقول لي هنا identify. احنا خلاص عرفنا identify مين الانود. الواي هي الانود والاكس هي الكاثود، اوكسيديشن بقى وريدكشن. طب identify lead accumulate lead battery or lithium battery. لا حبيبي دي الليثيوم ازاي؟ الليثيوم دي يا جدعان، الليثيوم دي بطاريه الموبايل وبطاريه اللابتوب. دي الليد دي بطاريه العربيه، وباينه قوي ان هي متوصله ببطاريه تانية بسلك، يعني باينه جدا. انا الصراحه تعبت جدا فوقفت بقى، قعدت اكتبه على مهلي. وهشرحه ونقفل. تعالوا بقى نقرا السؤال. بيقول لي from the following diagram عندي A وضفت عليه صوديوم هيدروكسيد B process ودي، وناخد بالنا ان الاف راح للدي. احنا حلينا زيه طبعا من شويه كتير جدا. بيقول لي if you know that organic compound A. مين organic compound A؟ هو حاجه فيها اسيد. use the for frozen fruit، بستخدمه في الفروت والحاجات دي. organic compound F. تمام. is are produced by catalytic hydration. لما بعمل له ايه؟ catalytic hydration لمين؟ للبروباين. لما بعمل catalytic hydration لمين؟ للبروباين. طيب حلو قوي. ماشي. يبقى هو كده عرفني الاف، اداني طرف الخيط ان ده البروباين. بس انا كده عرفت ان ايه ده، اداني صفه عليه. ده كده مين؟ الستريك اسيد اللي هو ده كده اسمه ايه؟ الستريك اسيد. يبقى ايه؟ الستريك اسيد حطيت عليه مين؟ صوديوم هيدروكسيد. تمام. حطيت عليه الصوديوم هيدروكسيد. الصوديوم هتطرد مين؟ هتطرد الاتش. حلو قوي. بقت بي اهي، بقت الصوديوم ايه؟ اسيتيت. حلو. بعد كده سيدي بقى هعمل ايه؟ هحط صوديوم هيدروكسيد تاني، يعني هعمل دراي ديستيليشن علشان اروح عند مين؟ هروح عند البوليمر
الاخير ده اللي هو مين؟ اللي هو دي. تمام، حلو. وناخد بالنا اللي هو عيله مين؟ البولي. تمام. هنا عندنا هنا ايه؟ البروباين. انا هنا عندي بروبان تاني. انا هنا عندي مين؟ البروبانول تاني. انا عندي هنا ده الستريك اسيد، طلعت مين بعد كده؟ بقت مين؟ استر. الصوديوم ايه؟ ايثانويت. هنا كده كان عندي اسيتيك اسيد، عملت دراي ديستيليشن اداني استر، بعد كده زودت صوديوم تاني اداني عيله الايه؟ البروبانول. بيقول لي بقى لو عملت اف، عملت من اف ريدكشن لدي هتديني مين؟ هتديني عيله البروبانول. تمام. اعمل اخر حاجه يا جماعه معلش تاني. يا الله هو مش عايز يطلع. ذا اند انا جبت اخري، الامتحان بيبقى طويل وللاسف انا ببقى واقفه طول الامتحان وانتوا قاعدين، انتوا بتكونوا قاعدين يا سنه تالته وانا واقفه. نلتقي في النموذج الاسترشادي اللي جاي، وربنا يعدينا من الكريب ده على خير يا رب. باي يا جماعه.